التركي على الأراضي العراقية، ويعد اعتداء على سيادة العراق بأكمله. ذلك يعد خرق للقانون الدولي واعتداء كبير دون مبرر، يجب أن متابعته عن طريق المحافل الدولية والقانون الدولي. وهذا ما يعرب عنه أساتذة القانون وأساتذة الإقليم وأساتذة جامعات العراق، واستنكارهم لمثل هذا الأمر وشجبه، حيث هناك توصيات كثيرة بأن يتم المطالبة بفتح تحقيق وتدويل لهذه القضية. بالصراحة الموقف كان يعتبر جيد للمرة الأولى اللي وجدنا ردة فعل من الحكومة العراقية وحكومة الإقليم نابع بسبب ردة الفعل الذي أقامها الشعب العراقي في الشارع، مما أدى إلى أخذ إجراءات قوية وتدويلها وإيصال الموضوع إلى مجلس الأمن. هي تتلائم مع الطموح، لكن نطمح أن يكون الإجراءات مستقبلا أكثر بما يضمن سيادة العراق وسيادة الإقليم وسلامة أراضيه.